أول سفير للجزائر في فرنسا اللي كان السي عبد اللطيف رحال لم يقضي يعني في 62 في 63 أعتقد، بقي في منصبه 7 أشهر. بعده غيجي بوعلام مساوي لم يعني بقي في منصبه 12 شهر فقط. ثم الخاصية المميزة أولا لسفراء الجزائر في فرنسا هو أنهم مددهم قصيرة، وهذا يستدعي القراءة والتأمل في علاقة الجزائر مع فرنسا منذ هذا. بين فرنسا والجزائر هناك 3 ملفات كبرى أعتقد، وهي المحرك لقراءة العلاقات الفرنسية الجزائرية إن صح التعبير في المستوى الماكرو. الأول هو قضية الصحراء المغربية، وهذا تعتبره الجزائر يعني ملفا استراتيجيا مصيريا حاسما يمكن الرجوع إليه إن سمحت يعني زمن البرنامج. الأمر الثاني هو ملف الهجرة الجزائرية والامتياز الذي كان للجزائر منذ 1968، يعني تراجع، يعني فرنسا عدلت هذا وهذا أمر أساسي. والملف الثالث أعتقد هو ما يمكن أن نسميه، هو اللي تطرق له سي شوقي قبل مني، هو الأنشطة الجزائرية فوق التراب الفرنسي. يعني وهذا يعني لما وانا اتابع الموضوع جاء لي بالي الموضوع ديال اطلس اسني في 1994. الجزائر تاريخيا كانت لها ميليشيات في دول إفريقيا بدأت تنشط حتى بعد استقلال هذه الدول. كانت في البداية هذه الميليشيات يعني تشتغل في التحرير في كذا في كذا، ثم تحول المفهوم. ثم الأمر الآخر يعني الشق الثاني في السؤال هو تدخل الإليزي على الخط. يعني لماذا ليست وزارة الخارجية، وهذه يعني مستوى آخر يعني في التعاطي الدبلوماسي. أعتقد لخطورة الفعل، لأن القضية التي بين أيدينا ديال اختطاف مواطن جزائري فوق التراب الفرنسي وتداعياته ويعني كل الذي يرج حوله فيه أمر فيه مساس خطير بالسيادة الفرنسية، وفيه إشارة أخرى لقدرة الأجهزة الجزائرية لممارسات ما داخل التراب الفرنسي. وأعتقد هذا الأمر في غاية الحساسية لكل الدول العالم، وفي غاية الحساسية لدول أوروبا، وأشد من ذلك فرنسا التي تعتبر أن القضية الأمنية وقضية الأفعال من اختطاف من كذا شديدة الحساسية. بالتالي يمكن أن تذهب العلاقات في اعتقادي الفرنسية الجزائرية إلى أبعد مدى من الجهة الفرنسية، لكن لا أقدر أن الجزائر ستذهب بعيدا، لأن هناك مجموعة من المعطيات التاريخية والأحداث التي تثبت أن الجزائر كثيرا ما تتراجع.